السلام عليكم، ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ فيديو النهارده هنتكلم فيه عن الاسعار رايحه فين وجايه منين وشكل السوق الفتره اللي جايه دي. في حاجه مهمه، احنا عاملين جيف اواي على 1000 جنيه في القناه هنا. هو المفروض كان يكون اكتر من كده. انا كنت منزل عندي على صفحه الفيسبوك انه هيكون $100، بس بسبب الازمه اللي حصلت في مستشفى 57 فقررنا ان الجزء الاكبر هيكون للمستشفى، وعشان قلنا اننا هنعمل جيف اواي او نزلنا عندي على الاكونت بتاع الفيسبوك ان في جيف اواي، فقررنا ان نوفي بالوعد وهنخليه 1000 جنيه. اما بالنسبه لشروط الجيف اواي فهي شروط بسيطه وهتكون موجوده في اخر الفيديو. بس في الاول كده ما تنساش تدعمني بلايك وشير، دعمك ده هيفرق معايا جدا ويساعد كل الفيديو الناس اكتر. ولو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل اشتراك للقناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. بقول لك ايه، كفايه رغي كده ويلا نبدا الفيديو. تقريبا من نص سنه 2022 والسوق مش مستقر، وعندنا ازمه كبيره في السوق وخصوصا سوق الالكترونيات، متقسمه من ناحيتين. اول ناحيه اللي هي من ناحيه الدوله، والتاني حاجه من ناحيه التجار وجشع التجار. هنتكلم من ناحيه الدوله وربنا يستر علينا. حاليا مصر عندها ازمه كبيره في توفير الدولار او العمله الصعبه بشكل عام، واكتر قرار اثر على الاقتصاد والسوق اللي هو الاعتمادات المستنديه. يعني الحته دي دور عليها في حد يكون خبير اقتصاد، هو هيشرحها لك اكتر مني. هو حاليا البنك المركزي لغى الاعتمادات المستنديه ورجعوا في القرار ده، وان بقى المستورد هو اللي يتعامل مباشره مع المكان اللي هو بيجيب منه او الدوله اللي بيجيب منها، ويتصرف هو في الفلوس او في العمله الصعبه ويدخل الحاجه. وده هيسهل كتير على التجار، بس مش هيبقى دلوقتي، والاسعار مش هتبان غير بعد شهرين من الكلام ده. بس برضك انت كده الازمه ما اتحلتش، عشان انت خلال ايام او شهور بالكتير هيحصل تعويم، وهيكون مش مره واحده، هيحصل تعويم على فترات، فبالتالي الدولار هيفضل يلعب. بس بالنسبه لسوق الالكترونيات السعر الرسمي للدولار لو رفع وصل لحد 30 مش هيأثر، عشان كده التجار بيبيعوا لك بالسعر اللي هو سعر السوق السوداء. حاليا الدولار تقريبا في السوق السوداء 33 جنيه، والله اعلم ده في وقت تصوير الفيديو ده، الله اعلم كمان ساعتين هيبقى كام. فالدوله فيها ازمه كبيره بسبب ان الاستيراد كان موقوف بقاله فتره كبيره، واللي عنده حاجه باعها ومش عارف يدخل غيرها، ولو عنده بيبيعها بالسعر الغالي عشان يكسب فيها اكتر. وده نيجي لنقطه جشع التجار، بيستغلوا الظروف. و90% من التجار الموجودين عندنا عندهم نقطه الجشع والطمع دي. يعني لو الدولار اتحرك قروش هم هيزودوا ضعف الحاجه، وخصوصا في الالكترونيات، اكسسوارات الكمبيوتر والحاجات الجيمنج. يعني لو الدولار زاد 20% انت اعمل حسابك ان الحاجه هتزيد 20% كمان. وبص، هو ممكن تكون افكار الفيديو دي مش مترتبه، بس ما كتبتليش سكريبت، انا بحاول اصوره بسرعه عشان انزله، عشان في ازمه كبيره هتحصل في السوق الفتره اللي جايه دي، فانا عايز اعرفك. بس يا ترى بقى الفيديو هلحق انزله قبل ما الازمه تحصل ولا مش هلحق؟ بس على قد ما اقدر احاول انجزه. يعني زي ما قلت لك ان مثلا لو الدولار زاد 20% البضاعه هتزيد من 20 ل 50%، وخصوصا الاكسسوار. وعندك تقريبا السوق بقاله 10 شهور ما دخلتوش بضاعه، وتقريبا السوق في مصر بقاله 10 شهور ما دخلوش بضاعه جديده. وفي ازمه موجوده في التليفونات. يعني انا دلوقتي عايز اعمل لك ترشيحات فيديو لترشيحات التليفون، مش لاقي حاجه اعمل لك ليها. الموضوع بقى صعب ويخنق. يعني عندك في شركات في مصر، سيبك من الكلام ده كله، في شركات في مصر بتنسحب من السوق فعليا، محدش هيقول لك الكلام ده. في شركات في مصر بتنسحب من السوق واحده واحده عشان مش عارفه تدخل بضاعه، وبقى بيساعدوا التجار او سامحين للتجار انه يشتغلوا في الحاجات اللي متهربه، اللي هي التليفونات الدولي. يعني انت معظم البضاعه الموجوده في السوق عندنا في مصر حاليا متهربه، بتجيلك عن طريق حاجه من الاثنين، يا ليبيا يا السودان. وطبعا ان الحاجه دي بتجيلك متهربه فبيبقى في ريسك على التاجر، فبتجيلك غاليه. طب انت دلوقتي بتقول اشتري ولا ما تشتريش؟ انت لو عايز لو معاك فلوس حاجه وعايز تشتريها، اشتريها دلوقتي مش كمان دقيقه. الفتره اللي جايه دي السوق كل دقيقتين هيبقى بسعر، وفي حاجات كتير جدا هتختفي من السوق اللي هي عليها طلب، يا اما هتلاقي سعرها ضرب في اتنين. طب الازمه دي هتخلص؟ الازمه دي مش هتخلص، وهنفضل رايحين من سيء لاسوأ. فانت لو عايز تشتري حاجه الحق اشتريها، وخصوصا في التكنولوجيا هتلاقي اسعارها هتلاقي اسعارها بتضرب، عشان اساسا كده الشرائح الالكترونيه فيها ازمه، فهتلاقي الاسعار بترفع عالميا غير التدهور بتاع العمله بتاعتك واقتصادك، فهتلاقي الدنيا فرطت منك ومش هتعرف تشتري اي حاجه. ازمه الاستيراد لما تتحل الاوفر برايس بس اللي هينزل، والحاجه المركونه في المينا هتخش. الحته دي هتحل لك بنسبه كبيره الاوفر برايس. اما بالنسبه للسعر هيفضل يرفع، عشان انت كده الدولار هيرفع، هيوصل لكام الله اعلم. وممكن خلال كام يوم الدولار يعدي ال 30. هو هيحصل تعويم، بس امتى الله اعلم. وهل هيحصل مره واحده او على كذا مره الله اعلم. بص، الهدف من الفيديو ده كله والسربع، انا عايزك تلحق تشتري الحاجه اللي انت عايزها، عشان انت لو ما اشتريتش دلوقتي مش هتعرف تشتري بعد كده، عشان تقريبا ممكن لحد شهر 3 هيحصل ركود جامد جدا، وهتلاقي الاسعار عماله تلعب. غير ان في تجار ومستوردين كتير خرجوا من السوق المصري
اللي معاه فلوس وخايف عليها خرج من السوق المصري. ولما تيجي تشتري ما تشتريش كاش، يعني انت لما تيجي تشتري حاجه ما تشتريهاش كاش دلوقتي، اشتريها قسط. انت كده كده مع الوقت قيمه الجنيه بيقل، فانت قيمه الجنيه اللي هتدفعه مع الوقت للمكان اللي انت تشتري منه قسط هتبقى اقل من قيمته دلوقتي. فانت الافضل بدل ما تشتري حاجه واحده كاش ممكن تشتري كذا حاجه وتقسطه، ده هيكون في مصلحتك انت. واتجه الحاجات المعمره اللي هي تطول معاك، ممكن تجيب مثلا كاميرا تلفزيون اللي هي مش محتاجه تجددها على طول، هتلاقي سعرها لحد ما ماسك نفسه. وبكده تقريبا نكون خلصنا الفيديو. الخصه لك في كلمتين: عايز تشتري حاجه اشتريها دلوقتي وما تشتريهاش كاش. لو الفتره اللي جايه كل يوم والفتره اللي جايه كل يوم بسعر. كده نكون خلصنا الفيديو. اما بالنسبه بقى للجيف اواي، شروطه سهله وبسيطه: تعمل لايك للفيديو وشير، ربنا يستر عليك، واكيد لازم تكون عامل اشتراك للقناه. واسيب لك لينك للانستجرام في الديسكربشن، والبوست اللي ما يكون مثبت على الانستجرام ده هو اللي اختار منه شخص عشوائي يكسب ال1000 جنيه. ولو لقيت فيه تفاعل على الفيديو ممكن نكبر الجيف اواي او ندخل حاجات تانية. واتمنى ان الفيديو ده يعجبك. وحابب افكرك ما تنساش اللايك والشير، ولو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل اشتراك للقناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. بص، هو الفيديو ده ممكن ما يكونش احسن كواليتي ولا اي حاجه، بس انا الفيديو ده تقريبا حاولت اصوره كله بالفكره بكل حاجه، واحاول امنتجه في اسرع وقت ممكن عشان انزله لك قبل الازمه ما تحصل. ويا رب ويا رب الحق اعمله، عشان بس عندي ازمه امتحانات وبتاع. وما تنساش تخش على الانستجرام عشان تخش معانا السحب اللي على 1000 جنيه. وسلام.